جا حليت التليفون وكيطلعوا لي هاد القرارات ديال الكاف، وبغيت نبارطاجي معكم هاد الشعور اللي عندي ولعل عند المغاربه كاملين. حسيت بواحد القهره خطيره، يجي لابول هنا واقفه لي، وتفكرت سبحان الله العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخندق في الاحزاب فاش كان في المدينه المنوره، وكاع اللي كانوا متحالفين معاه وتيقولوا حنا معاك ونساندوك ويزيد القدام داروا عليه وقلبوا الفيستا. وقال ربي في القرآن في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سي تري دور سو كو لي ماروكان اون فيكو. هادشي اللي عاشوا المغاربه بعد لا كوب دافريك، وفي النهار د لا فينال ما بغاش يتسرط لنا. ولكن نقول لكم حاجه واحده، والحمد لله على القران الكريم، الحمد لله اللي كاينه العداله الالهيه. فاش قال سيدي ربي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هما داورين طبيه. شنو هو الاصل؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حنا براسنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ربي كيفاش تيجاوبك: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حنا الحمد لله اللي كنعرفوا بأن كاين الله، وبأن الله سبحانه وتعالى قريبا أم بعيدا هذه ينصفنا، وكاين العدالة السماوية. والله سبحانه وتعالى ما يضيعش المغاربة وما يضيعش هذا الجهد، ولكن في نفس الوقت خصنا لا بد ولا بد نتعلموا بان راه مازال عايشين في واحد القاره، مازال ما ضربتيش فيها على راسك ولا ما وجدتيش راسك راك لا تقول. دو كرويي با المغاربه بان لي سينيغالي داكشي جا انستونطاني. لي سينيغالي كانوا قاريين داكشي هذاك، وكانوا موجدين له، وكانوا متفقين، وكانوا دايرين اون ميزون سين. ملي كتفرج بالعقل ماشي بالقلب كتعرف بان داكشي كان مصاوب وكان مقاد، وتريناو عليه كيف ما تريناو على كره. ومالوغوزمون حنا ما كناش مترينين على هذا لو سيناريو، لان مازالين فينا النيه ومازالين نايف، ومازال ما عرفناش نغياجيو. ما الحكمه ولا ساجيس كان خاص اونترينور جوور ستاف نبقاو في بلايصنا تنديرو لي ريشوفمون وكنقادو راسنا ونجيبوها بالعرق الجبين ديالنا، لان ربي عطانا اون شونس اون لا با سيزي. عليكم صباح النور، كي دايرين؟ ناس تفاقت لقيت هذاك القرار جاب الله ناس. وسير يا الكاف الله يلقيلك في هذا النهار يا ربي امين. واخا وكاك والله ما تصدمش بزاف، نقول لكم علاش، حيت ندوز انا شي حوايج خايبين في هادشي ديال لافريك. عارفه قاره كحله في كره اودي. السنغال انسحبات عاقبوا حكيم والصباري، يلا فهمت. والله لا خصنا نلعبوا في اسيا، ثقوا بيا. وداك اللي كيقول لك واه الكولاسه واه انا نوريك الكولاسه. قال لك تزعزع جبل ولا طفار. هي النهار سال الماتش والمغاربه كاملين مساكنه يحماقوا، النهار سال الماتش والمغاربه كاملين متبعين هذه القضيه. الكاف كتضحك على المغرب، النهار سال الماتش والكاف خارجه في رسائل: ستقوم الكاف عقوبات قاسيه المرض قاسي. في الاخر الماده 38 ماده 42 ماده 82 ماده 86 في الاخر شنو خرجت الصباح هذا؟ هذوك العقوبات على المنتخب السنغالي مازال للتاريخ. افريقيا اللعينه، تخيل معايا المغرب كان مظلوم ولا هو الظالم. عقوبات اللي خرجت على المنتخب المغربي كان عقوبات اللي خرجت في المنتخب السنغالي. الكاس داوا سطاطا شنو؟ وقفوا لنا جوج لاعبيه، وقفوا المدرب وجوج لاعبيه، هاي خلصوا الفلوس نخلصوا الفلوس. شنو الى السيطره ديال المغرب؟ هذوك الناس اللي كيقولوا المغرب مسيطر على الكاف، المغرب مسيطر على اللجنه التاديبيه، المغرب فاش مسيطر في مواقع التواصل الاجتماعي، مسيطر في الفيسبوك، مسيطر في التيك توك، مسيطر في الانستغرام. فاش مسيطر هذا المغرب هذا؟ واش كتضحكوا على الوقت؟ سي الله ياخذ فيكم الحق في هذا الصباح هذا. هاد العقوبات اللي دارت الكاف والله العظيم لا إهانة للجامعة وإهانة للجمهور، إهانة فهمتي لذاك التنظيم اللي دار المغرب.
يا هذا راه فهمتي صراحة المغرب راه خصو يبقى يعلق كاع فهمتي التعليق كاع داك اي مسابقة قارية صافي ما ينظمهاش المغرب صافي. الا كان شي حاجة حنا نمشيو نلعبوا على برا، راه ما يمكنش، راه ما عندنا ما نديرو حنا في هاد القارة، راه ما عندنا ما نديرو، ما عندناش شي حل واحد اخر. تصور هادشي كامل والعقوبة فهمتي والكاف تعاقبك فهمتي هنا باش تعرف الفساد. ماشي الفساد ان السنغال عطات رشوه ولا لا، الفساد مازال ديك العقليه ديال فهمتي ديال التوازنات، نعطي لهذا هذا ونعطي لهذا باش نرضي كل شيء. لا راه ماشي حق هذا. تجيب فهمتي الكاف فهمتي وتبدا بحال المغرب هو اللي انسحب، والمغرب هو فهمتي والجمهور هو اللعابه هما اللي انسحبوا، والجمهور هو اللي دار فوضى مع العلم ان الجمهور ما دار والو. كاين داك اللي كيجمع الكرات هذا دخل هذا، ولكن عطيه واش غتعاقب هذا، كاين العقاب ولكن ماشي بديك الدرجه. اش نقول لك تصدمنا في هذا الصباح هذا. وهذا هاد العقوبات هذا راه صدروا مع الوحده ولا جوج الليل، ان بنادم ناس فهمتي باش تنوض الصباح على الصباح يصبحوا عليك بهاد العقوبات. شو العقليه كيفاش دايره؟ العقوبات راه كانوا واجدين من البارح. انا ما كنظنش هادشي اللي هاد العقوبات هادو اللي داروا دابا، ما كنظنش انهم كانوا ان خصهم وقت باش يحددوهم. هذا راه كامله واقيلا حتى ساعه وبداو كل واحد كيعطيوه سميه. السيباري تعطيه 3 على فوطه تولي اغلى فوطه واقيلا في العالم. كدير فهمتي فوطه كدير واقيلا ما كامله حتى 30 درهم. كيصدق مخلص عليها واحد هو 100,000 دولار تقريبا، واحد 100 مليون. وثلاثه ديال الماتشات تقول هو اللي سب الحكم ولا هو اللي انسحب. اودي يا اخي شي لافريك غيبقى على لافريك. انا عليا انا المغرب ما ينظم حتى شي تظاهره، دبر راسهم، بغا شي حاجه حنا نمشيو نلعبوا عندهم. ايوا هادشي اللي كاين. هاد الكاف انا ما فهمتهاش، كنا كنتسناو فاش خرج عقوبات للسنغال ولاش بخرج لنا حنا عقوبات. حكيمي ما يلعبش 2 ماتشات، السيباري 3 الماتشات ما يلعبهمش ويخلص 100 مليون، والجماعات خلص 300 مليون. حكاو الواد على قبل جميع الكورات وعلى اللي كيديروا الليزر. ما فهمتش هادشي والله، ما فهمتش شي حاجه. اودي واش راك تشوف معايا الكاف واش حكمت ولا ما راكش تشوف؟ داكشي كاع اللي وقع في الفينال وداك المدرب خرج مهرس فينال على العالم شافو وخرج الجواره، واللعابه داروا فضيحه، والجمهور ديال السنغال دار فضيحه، هرس كل شيء. المدرب حكموا لعب 5 ماتشات وغير في افريقيا كاس العالم ما دخلش. انا راني نقول علاش الصحافه علاش كانوا يقول رجع الكولاس هكذا من عارفين واش راهم يديروا، طالبينهم ينبهوهم من الهيئه الكاف داخله مع دراج يبو 2 هكذا. والله العظيم داكشي علاش بقات اكثر في التيرانات بقات في افريقيا. انا ما نكذبش عليك ما زيدتش كاع نشوف الماتشات ديال لا كوب دافريك. السلام عليكم ابوز قندل ما عندي ما ندير به صافي. اخبار عاجله، اخيرا الكاف كتصدر عقوبات اثر الاحداث اللي وقعت في نهائي كاس افريقيا بين المغرب والسنغال. غابقاو معايا حتى لاخر الفيديو غادي تصدموا. العقوبات اللي اتخذتها ضد الاتحاد السنغالي: ايقاف المدرب 5 المباريات، المدرب ديال السنغال 5 ديال المباريات وغرامه ماليه القدر ديالها 100,000 دولار. ايقاف ايمان ناداي مباريتين، 2 المباريات. ايقاف اسماعيل صار مباراتين حتى هو تم الايقاف ديالو. الغرامات على الاتحاد السنغالي 300,000 دولار بسبب الشغب ديال الجماهير، 300,000 دولار لسلوك اللاعبين والجهاز الفني، وعقوبه ماليه القدر ديالها 15,000 دولار بسبب كثره الانذارات. العقوبات على الاتحاد المغربي، تخيلوا معايا حنا كناخذوا عقوبات. علاش غناخذوا عقوبات؟ ايقاف اشرف حكيمي مباريتين مع ايقاف التنفيذ، مباريتين. ايقاف اسماعيل السيباري 3 ديال المباريات لانه فاش هذوك المساعدين كانوا كيهزوا الخطه ويعطيوها للحارس. وقف قدام نخليكم الصوره هنايا. ايقاف وغرامه السيباري توقف 3 ديال المباريات وغرامه 100,000 دولار. 100,000 دولار
على اسماعيل السيباري، غرامه على الاتحاد المغربي حتى هو داروا عليه غرامات 200,000 دولار لسوء سلوك جامعي الكرات، سوء سلوك جامعي الكرات، 100,000 دولار لاعتراض اللاعبين والجهاز الفني واقتحام الفار، ياك 15,000 دولار بسبب استخدام الليزر في الجماهير اللي كانوا كيديروا الليزر، 15,000 دولار. الكاف يرفض احتجاج الاتحاد المغربي ضد السنغال بشكل رسمي. تخيلوا معايا هاد القرارات هادي، ولو ساووا ما بين الظالم والمظلوم وشافوا ردة فعل، ولكن ما شافوش الفعل. قولوا لي رأيكم في التعليق، سمحوا لي الاخبار هذه صبحنا عليها على الصباح، قولوا لي رأيكم في التعليق.